اخوك ماما نزار اخوك. هي نور حامل؟ نور مريضة. نور مقداد مريضة. السلام عليكم ورحمة الله. منذ قليل نشر عصوم مقداد على حسابه الرسمي الستوري لأمه مروة حماد وهي تقوم بإعداد الطعام لنور زوجة الوليد، وقامت بإرسال هذا الطعام مع عصومي إلى بيت الوليد ونور. وقالت مروة حماد بأن نور مريضة دون نشر أي تفاصيل أخرى، فاللهم اشفاها شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وجدير بالذكر بأن فيديو حفلة جنس البيبي قام الوليد ونور بتصويره منذ أيام قليلة، ولكن قال عصومي في أحد ستورياته على حسابه الرسمي بأن الوليد إلى الآن لم يقم بإعداد الفيديو للمونتاج، فاللهم تمم لها حملها على خير إن شاء الله. ماخذ سيارة نور أصلحها هاي. واستكمالا لأحداث هذا اليوم، خرج عصوم مقداد أيضا بعد ذلك وبعدما قام بتوصيل الأكل إلى الوليد ونور، قال بأن أمه وأبوه أمراه بأن يقوم بتصليح سيارة نور. وجدير بالذكر بأن سيارة نور هذه قامت عائلة مقداد باستخدامها بعدما وصلت من الأردن إلى الكويت حوالي أسبوع تقريبا، وذلك في توصيل جاد وإياد وجنى إلى المدرسة وفي قضاء أغراض المنزل، وذلك لأن سيارتهم لم تكن قد أتت من الأردن، حيث قام خالد مقداد وابنه عصومي بشحن هذه السيارات عندما قاموا بالسفر من الأردن إلى الكويت، ولم تكن السيارات قد أتت إلى الكويت عند وصولهم منذ أسبوع تقريبا. أيضا وجدير بالذكر بأن عائلة مقداد فور وصولها من الأردن إلى الكويت وبعدما قاموا بإجراء فحص لعيونهم جميعا بدولة الأردن جميعا لعمل نظارات طبية في الكويت جاد وإياد وجنى. والجديد في الموضوع هذا العام هو قيام مروة حماد هي الأخرى بعمل نظارة طبية للقراءة. بالبيت قلت بدك تروح المدرسة صح؟ ما بدي. مو بكيفك انت. على غير عادته عصوم مقداد اليوم يتفاجأ ببكاء سند المفاجئ. السلام عليكم ورحمة الله. منذ قليل خرج عصوم مقداد وهو في طريقه إلى المدرسة لتوصيل سند أخيه إلى المدرسة بعدما قاموا بتوثيق هذه اللحظة المهمة في فيديو على قناتهم الرسمية، وهو أول يوم في المدرسة لسند، باعتبار أن سند هو الابن الأصغر والأخير لمروة حماد. وظهر سند في الفيديو وهو كان في حالة نشاط وفرح شديد جدا باستقباله المدرسة، ولكن سرعان ما تغير هذا الحال وانقلب هذا الفرح إلى بكاء سند أثناء ذهابه إلى المدرسة اليوم مع عصوم. فعصوم هو من يقوم بتوصيل سند وأخويه التوأم جاد وإياد وتوصيل جنى إلى المدرسة. طلب سند من عصوم أن يقوم بتوصيله إلى البيت بدل المدرسة، ولكن عصوم رفض وقام هو باصطحابه إلى المدرسة والدخول معه كي يطمئن قليلا. متابعينا خلص الفيديو، نرجو ان هو يكون نال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو اخر جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.